الصباري. كانت الأستاذة نوال في الأربعينات من عمرها، تحمل شهادة في الأدب، وقلبا مليئا بالحنان، لكن وجهها كان يحمل أثرا دائما من التعب والهم. كانت تدرس في مدرسة ثانوية، وكانت ضحية لظاهرة مؤلمة تنمر تلاميذها عليها. كانت المشاكل تبدأ بهمسات تليها ضحكات عالية أثناء الشرح، وتتطور إلى حركات ساخرة وتهكم على ملابسها أو طريقة كلامها. كان الفصل يضم مجموعة من الطلاب المشاغبين، وعلى رأسهم ماجد، الفتى الذكي الذي يقود المقالب، والذين حولوا حصتها إلى جحيم يومي. كانت نوال تحاول الصمود، لكن حياتها الخاصة كانت تتهاوى تحت ضغط التوتر. كانت متوترة دائما، وهذا التوتر كان يسيطر على كل تفاصيلها. في يوم مشؤوم، كانت نوال في ذروة نوبة توتر بعد حصة عاصفة مع التلاميذ. نسيت أن تطلب من ابنتها الصغيرة، لانا، ذات ال10 سنوات، انتظارها بعد درس البيانو. لانا، التي اعتادت على تنظيم أمها، خرجت وحدها وهي تعبر الشارع للوصول إلى المنزل، فصدمتها سيارة مسرعة. كانت الفاجعة كالصاعقة. توفيت لانا في الحادث. انهارت نوال تماماً. لم يمر وقت طويل بعد الدفن حتى وصل الانهيار الثاني. لم يستطع زوجها أحمد تحمل حالة الحزن والاكتئاب التي سيطرت عليها، ولومها الصامت لها على الحادث. شعر بالعجز والضياع. قرر الزوج أن ينهي العلاقة، وتم الطلاق لتعيش نوال وحيدة، مثقلة بالذنب، وعاجزة عن استئناف حياتها. صحوة الضمير. في المدرسة، وصل الخبر كقنبلة. عندما عرف التلاميذ المشاغبون أن مصدر توتر معلمتهم هو سبب غيابها، وأن هذا التوتر قد أدى بطريقة غير مباشرة إلى إهمال أودى بحياة ابنتها، شعروا بصدمة قاسية. كان ماجد أول من شعر بالذنب يخنقه. لم يكن الأمر مجرد مزحة انتهت، بل كان سخرية قادت إلى مأساة. اجتمعت المجموعة وخططت لام التكفير. كانت نوال قد استقالت من عملها وتعيش في منزل متواضع. المساعدة المادية. بدأ ماجد ورفاقه العمل في وظائف جزئية بسيطة، وجمعوا مبلغا بسيطا، ثم أقنعوا باقي طلاب المدرسة بجمع تبرعات باسم دعم معلمتنا. أعادوا ترميم مدخل منزلها ودهان واجهته. الدعم العاطفي. كان الطلاب يتناوبون على زيارتها لترتيب حديقتها وإحضار الوجبات المطهوة. لم يتحدثوا عن الماضي، بل عن خططهم للمستقبل وكيف أنهم نادمون على طيشهم السابق. شعر ماجد بشكل خاص بمسؤولية تجاهها. العودة للحياة. شجعوها على العودة للتدريس ولو لساعات قليلة في مركز ثقافي. بدأت نوال تستعيد ثقتها، وبدأ النور يعود تدريجيا إلى عينيها. عقدة الأمل. في أحد الأيام، زار ماجد نوال في المركز الثقافي، ولكنه لم يأتي وحيدا. كان معه والده، السيد محمود، وهو رجل أعمال محترم ومطلق، كان يبحث عن شريكة حياة هادئة ومثقفة. نظر ماجد إلى نوال وقال بكل شجاعة: أستاذة نوال، لقد أخطأت في حقك كثيرا. أفضل طريقة للتكفير عن خطئي هي أن أهدي إليك السعادة التي تستحقينها. أبي رأى كيف أصبحت قوية وصبورة رغم كل شيء، وأنا خطبتك له. صدمت نوال من جرأة ماجد، لكنها رأت في عيني الأب حنانا لم تره منذ زمن. والسيد محمود، الذي كان يعرف قصة نوال، كان معجبا بقوتها وصمودها. تزوجت نوال والسيد محمود، وعادت الفرحة إلى حياتها. وبعد مرور عامين، أشرقت حياتها بأعجوبة، حين اكتشفت أنها حامل، ورزقها الله باء توأم، ولد وبنت. أسمت البنت أمل، والولد نور. كان تعويضا إلهيا عن سنوات العذاب والوحدة. النهاية الطاهرة. كبر التوأم، وكبر معهما ماجد الذي أصبح أخنا حنونا لهما وصديقا لنوال. تخرج ماجد من الجامعة وافتتح مشروعا ناجحا. وفي أول ربح كبير حققه، ذهب إلى نوال والسيد محمود،
وقدم لهم تذاكر سفر قائلاً: هذه هدية مني إليكما، عربون اعتذار نهائي وشكر على درس الصبر والتسامح الذي علمتني إياه حياتك يا أستاذة نوال. كانت الهدية هي رحلة لأداء فريضة العمرة. في الكعبة المشرفة، وقفت نوال ترتدي الأبيض بجوار زوجها. ذرفت دمعة ساخنة، لم تكن دمعة حزن بل دمعة تطهير وسلام. رفعت يديها ودعت لابنتها الراحلة لانا بالرحمة، ودعت لماجد بالتوفيق. شعرت بأن كل جراح الماضي قد اندملت، وأن زهرة الصبار التي كانت تحمل الألم قد أزهرت أخيرا في أرض الأمل والسلام. شكرا على حسن الإصغاء. لا تنسى الضغط على زر الاشتراك.